السلام عليكم. العراق الآن أصبح ساحة حرب، شكو واحد عنده حساب مع الطرف الثاني، أول مرة يجي لازم يصفيه بالعراق. أي واحد عايز يموت الثاني يقول لك نعدي على فخامته الأول نتطرف فيه شوي. ودائما لما يذكر اسم العراق تلقى الناس كلها لابسة عسكري، يعني ما بنيتها خير على العراق أبدا. كل الناس تعرف الخلاف بين السعودية وإيران، وبالمناسبة هاي إيران وهاي السعودية وهذا العراق. المهم مبين هاي الحلقة راح شوية تطول عليكم، ولهذا احنا محتاجين يعني شغلة تسلينا، راح نشتغل على هاي. المهم تفضل. اكتشف الإنسان الزراعة في العراق، وهو أهم اكتشاف في التاريخ البشري بلا شك، وبتأثيرها البالغ جدا على حياة الإنسان، بل أنه أسس نقلة نوعية في حياة الإنسان على ظهر هذا الكوكب. بل أن الإنسان العراقي تعلم الكتابة وعلمها للبشرية جمعاء. في العراق الإنسان لأول مرة يكتب بخط اليد. بل أن العجيب تعرفون إيش؟ أول قانون بشري يسن ويكتب هو قانون حامورابي في شريعة حامورابي. حامورابي؟ لا بصراحة انتم وايد مقدرين الحضارات القديمة، كلش مقدريها، يعني لدرجة ان لما تتكلمون عن الكتب السماوية مثل التوراة راح تقولون انها مأخوذة من شرائع حمورابي، وتبدون تحجون عليها حيل حيل حيل. ما نعرف شنو توجهكم انتم بالضبط. حتى الى درجة ان هناك احدى المسلات السومرية وهي تصف الإنسان القادم من إيران، وهي تقول عنه: ملأ بلاد سومر بالبغضاء، وفرق بين الزوج وزوجته والطفل وأبيه، ونشر العداوة والتمرد. بالنسبة هاي المقولة اللي انت حكيتها فهي ما تتكلم عن الإيرانيين، هاي تتكلم عن الكوتيين، والكوتيين هم عراقيين أبا عن جد. يعني انت جاي تمدح العراق وبنفس الوقت الذنب بالعراقيين، بس ما يهمهم شو يحجون، هم يهمهم أمر واحد وبس. وهناك مسلمة كبيرة جدا ومعروفة عند الكل، ألا وهي: من غرب الفرات يأتي البناء، ومن شرقه يأتي الهدم. وحتى من غرب الفرات يأتي عمر، يأتي علي، يأتي الحسين، يأتي سرجون، ولكن من شرقه يأتون بنو إيلام والإمام مالك وأبو حنيفة والنيسابوري وأحمد بن حنبل والترمذي والبخاري، ذول كلهم إجوا حتى يهدمون الدولة، وكلهم إجوا من الشرق لو نتوهم. طيب انتم افتخروا بالحضارة اللي عندكم، واحنا نفتخر بحضارة آل البيت. والعراقي يفتخر بحضارته. دولة بابل يعني قدمت للإنسانية الشيء الكثير، وحضارة عريقة جدا. أيبا حضارة عريقة، كلش عريقة، لدرجة ان كتبكم لما تتكلم عنها راح تقول ان فيها من المفاسد الشيء الكبير. وموضوع ثاني يقول ان البابليين احرقوا المسجد الأقصى ونهبوا الديار. بس مع هذا الشيء صار قديم، احنا ولد اليوم. كلمنا عن الوقت الحالي. حتى التاريخ أصبحت هناك برامج لتغيير التاريخ وتزوير التاريخ وإعطاء بعد ديني، أو صح التعبير نقول مذهبي، يلغي كل شيء ويبقى فقط المذهب. لا بصراحة هاي الشغلة صحيح عند الإيرانيين، كلش طائفيين يعني. ولو افترينا المملكة العربية السعودية كلها، ولو افترينا دول الخليج كلها، فما راح نلقى واحد بس يتكلم عن الطائفية أبد. حربنا وإيران قولوها واملؤوها في الملأ، هي حرب سنة وشيعة، هي حرب فسطاطين لا ثالث لهما، حرب إيمان وسنة واعتقاد وصحابة، وحرب نفاق وكذب وزور وبهتان. حربنا مع إيران هي حرب ديانة ومعركة سنة وإيمان وتوحيد، هي طائفية بجدارة، وإن لم تكن طائفية جعلناها طائفية، وسعينا جهدنا أن تكون طائفية. وبصراحة هم أبد ما مقصرين، ذابين لحم على الطائفية. طيب بعد 2003 لما دخلوا الأمريكان شنو اللي صار؟ يا جماعة في منتصف سنة 2004 أعلن قائد قوات الحدود في مدينة بعقوبة أنهم اعتقلوا في 7 أشهر 60,000 أجنبي تسللوا من إيران إلى العراق. 60,000 إيراني. هاي الجملة ماخذيها من مقالة كتبها أيمن الهاشمي اللي اقتبسها أساسا من موقع الزمان، وإذا رحنا إلى موقع الزمان فراح نلقى إنه هاي المقالة غير موجودة إطلاقا. لكن المفروض إحنا ما نبالغ، خلينا منطقيين، يعني مو درجة 60,000.
كما حدث في المرة السابقة، دخلت 500,000 إيراني داخل العراق. 500,000 يا رجل، رقم ضخم. زوار إيرانيون يقتحمون الحدود العراقية على معبر زرباطية ويثيرون جدلا بين بغداد وإيران. آلاف الزوار عبروا الحدود بدون تأشيرات دخول، وأثاروا فوضى عارمة تسببت بخسائر مادية وإصابات بين حرس الحدود. وزارة الداخلية العراقية ألقت باللوم على السلطات الإيرانية واتهمتها بنقض الاتفاق الذي كان ينص على منع اقتراب الزوار الذين لا يحملون سمات وتأشيرات الدخول إلى المنافذ الحدودية. طيب هاي انت حكيتها بلسانك، 500,000 زائر، هذول زوار اجوا يزورون ابن بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، ومو بس إيرانيين، يعني من السعودية، من قطر، من دول الخليج كلها، من أوروبا، من كل دول العالم. يعني ليش اعتبرتوها أزمة؟ طيب مصدركم وين بالضبط؟ هذا حسب ما أشار إليه عضو اللجنة محمد الكربولي. أبو جاسم، لا لا لا، إذا أبو جاسم مصدركم فهذا مصدركم يعني مضبوط حيل. يعني حتى وزير الدفاع أكد إنه مصدركم مصدر موثوق ونزيه. لكم النائب محمد الكربولي. نعم، النائب محمد الكربولي موجود من شركة رياض الفرطوسي. جاء محمد الكربولي يقول لي هاي الصفقة خاصة بالسيد الرئيس. شو اسمه محمد الكربولي. طبعا طلباتهم باليوم معدل يعني بصراحة فد 20 مكالمة، كل واحد فد 4-5 مكالمات. جاني النائب محمد الكربولي قال لي اكو 1300 همر في ولاية تكساس الامريكية، هذه رخيصة ومناسبة وممكن ان تفيد للجيش العراقي. 360,000 دولار، وهذه الصفقة والله العظيم يجي لي محمد الكربولي يقول لي هاي صفقة السيد الرئيس، وترى يوميا يسأل لي عليها. بالنتيجة معارضتي وصلت الى الروس، فبدأوا يتوسطون، بدأوا يضغطون. من ضمن الضغوط ومن ضمن الوساطات هو النائب ايضا محمد الكربولي. احد الايام وقبل اعياد راس السنة ايضا جاني النائب محمد الكربولي. طبعا جاني النائب محمد الكربولي قال سولفنا، بعدين قال لي في المصطلح حتى اضحك عليه انا، قال لي معالي الوزير لا حضرتك لا لون ولا رائحة ولا طعم بالنص. وسليم الجبوري قال لي هي في وقت تطرقوا على قائد القوة الجوية، ومحمد الكربولي ايضا دخل على. طيب بعد ما تأكدنا انه دول زوار ايرانيين ومصدركم طلع، طيب اكيد ما راح تطلعون كذبة ثانية. طبعا هم أعضاء في البرلمان يطالبون الحكومة في تجنيس هؤلاء اللي جاوا من وين؟ من إيران. ليش؟ تحت أي شعار؟ قال هؤلاء عراقيين هربوا من النظام السابق صدام حسين، فعشان كذا لازم نجنسهم. يا مساكين يا مساكين، يعني السيستاني هرب من صدام حسين؟ والله العظيم يا جماعة احترموا العقل شوية. والله القانون العالمي والعراقي وحتى السعودي يقر ان اللي يبقى 10 سنين في اي دولة يحق ان يتجنس من هاي الدولة، والسيستاني صار له عمر بهاي الدولة. طيب انا اعرف ناس اقل من 10 سنين بقوا بدولة السعودية يعني تجنسوا. اي هم هذول، ايوه هو هذا بعد يعني. بس لا اكو شغلات ماخوذة من روايات ألف ليلة وليلة. من بعد ما سووا هذا العمل بدت إيران لعبتها. وش سوت؟ سوت حرب طائفية داخل العراق، تغيير ديموغرافي. الناس اللي جاءوا من إيران هذول يسكنون في مناطق السنة بالتحديد، شالوا السنة ودوهم مناطق هجروها. الواد الصغير اللي هو كان تحت الشعلق في الطيارة، رحت انا بالشعلق فين؟ الطيارة طلعت. الطيارة ايه؟ انا بقى بعزمي رحت شدد الواد شدة جنبي، لحسن الحظ نزلنا في النيل. نزلنا فين؟ في النيل. وهوب طلع لنا جودزيلا، وهوب طلع لنا كينج كونغ، وبعد ذلك طلع ملك ونزل بيهم طحن. كمل. فلأجل ذلك إيران لعبت لعباتها وأشعلت الطائفية وقامت تفجر في مناطق السنة، ويقول هؤلاء شيعة، والشيعة كذلك أنهم فجروا في مناطق السنة. دقيقة. الشيعة فجروا مناطق السنة، والشيعة أيضا فجروا مناطق السنة. طيب داعش ما سوت شيء أبد يعني؟ حبابين. ما يحتاج إيران تفجر وداعش تبنون، لأن إيران لها يد يعني طولة متهمة في التفجير، فلكن داعش عادي تبنى أي كلام يعني. يا مساكين يا مساكين، يعني لو تفجر في المريخ قالوا حنا ما لهم شغل، يعني لما ما لهم شغل بس تبنون عشان يشوفوا يا جماعة احنا قد أقوياء وكذا. لا داعش أبد ما سوت شيء أبد. شوف
هو واحد عندكم يكذب، لو أنت لو وزير الداخلية مالتكم. السعوديين يتابعون من أجل أن يفجروا، إما أن يضعوا في نفس الحزام ويفجروا في مكان عام، أو يقودوا سيارة ويقتحموا بها مكان ويفجرها. والصراحة إن الأشقاء العرب كلهم ما مقصرين، دازين كل إمكانياتهم. فقد ساهمت فلسطين بعد تحريرها من اليهود على أيدي العرب ب1201 انتحاري، والسعودية ب300 انتحاري، بينما اكتفت سوريا بتقديم 200 سوري فقط. وعدد اليمنيين الذين فخخوا أجسادهم في العراق وبين الشيعة بالخصوص 250 يمنيا، فيما اكتفت تونس ب44 انتحاريا. أما مصر فقد قدمت 90 انتحاريا، فيما قدمت ليبيا 40 انتحاريا، بينما قدمت قطر والإمارات والبحرين 20 انتحاريا، لأنها دول عدد مواطنيها قليل. يعني بصراحة الأمة العربية أبد ما ناسية العراق، أبد. طيب بعد ما إيران سوت هاي المشاكل كلها، شنو الغاية بالضبط منها؟ فإيش سوت؟ عزتهم الطائفية علشان تعزلهم عن دول الجوار. المجاور العراق منه، المجاور للعراق اللي هو الجنوب، الوهابية النواصب. وصار الشعب يعني في جنوب العراق، لا أدعي كله ولكن أدعي نسبة كبيرة منهم مشحونين علينا، فصار لما شحنوا علينا سببت عزلة ما بينه وما بينهم. لا بصراحة أنا راجعت نفسي وشفت إنه إحنا هواي غلطانين مع أخوتنا السعوديين. يعني إيش تنصحنا نسوي؟ شوف أنت بين خيارين. الخيار الأول أنك أنت تتماكن أنك تلحق على ما بقي من الجنوب وتنضم مع أخوانك العرب. صحيح، أنا راح أنضم مع أخوتنا العرب، مع أخوتنا الخليجيين، هم راح يستقبلونا بالأخلاق الإسلامية العربية الأصيلة. اللهم انصرهم على الرافضة الملحدين، اللهم انصرهم على الرافضة الملحدين، وانصرهم على الروس المجوس. سلط على شيعة العراق، سلط على شيعة العراق، أرنا فيهم ساعة سوداء، أرنا فيهم عجائب قدرتك، يا من أهلكت عادا وثمود، يا من أهلكت النمرود، يا من أهلكت فرعون، أهلك الشيعة، أهلك الشيعة، أهلك الشيعة. يعني أنت متأكد تريد الشيعة يجوك يعني وينضمون وياكم؟ أنتم في أبسط الأحيان لما يسألكم واحد أنه عنده أحد الأصدقاء من الشيعة راح رأسا تفتون أن لا يجوز عليكم مصادقة هذه الطائفة. طيب نرجع لإيران، شنو الجرائم اللي سوتها؟ هذا طويلين الأعمار. إيران ماخذة النفط، نفط العراق ومنطقة الجنوب بالتحديد، أخذت النفط اللي من هناك. أخذته من وين؟ من العراق. حلو؟ أخذته من العراق وأعادت تكريره في إيران، وراحت وباعتها على العراق بديون مؤجلة. لا والله. طيب أنت شلون عرفت؟ مصفاة بيجي ما تشلحت، مصفاة بيجي مصفاة مبنية على يعني مبنية بناء كويس، يعني صح التعبير نقول عنه. جو الإيراني قال أنتم هي أنتم بكفوا نفط، أنتم نفطكم مو لكم أصلا. أخذوا الإيرانيين وأخذوا الأدوات ومعداتها كاملة وراحت. يعني الإيرانيين أخذوا وسلبوا مصفاة بيجي. طيب وين ودوها؟ قبل أسبوعين كتبت مقالة في جريدة إنجليزية أن هناك نهيبة كبيرة تحدث في مصفى بيجي. اتصلوا بي يا جماعة لاحقا بناء على المقالة، ولو مع الأسف هي مكتوبة بالإنجليزية. هناك 3 مواقع في مدينة بغداد، في الشعلة وجميلة والتاجي. والله أول مرة أعرف إن جميلة والشعلة والتاجي صايرات بإيران يعني. طيب ما قلت لنا شلون صار هاي المناطق بإيران؟ ترى يا جماعة التزوير التاريخي سهل عند الإيرانيين. يعني ممكن بكرة يقول لك دولة سومر ترى بأصفهان، ويقول لك والله مثلا دولة آشور ترى موجودة في طهران، ترى عادي. والله صحيح، يعني التزوير التاريخي منتشر تماما هاي الأيام. يعني مثلا تيران وصنافير، جزيرة تيران مصرية وساحل سيناء مصري. هنا يقولوا لنا هناك وهناك يقولوا لنا هنا. هذه الجزر هي ملك للمملكة العربية السعودية. جزيرتي تيران وصنافير مصريتان. هنا يقولوا لنا هناك وهناك يقولوا لنا
هنا. كل كتب التاريخ بتقول انهم كانوا سعوديتين، جزيرتان مصريتان. هنا يقولوا لنا هناك. دول مش بتوع مصر اصلا، تيران وصنافير مصرية. مصر مش مصري. مصريتين 100%. مش بتوعنا اصلا. تبقى مصرية. ايبا ايش قد ايران طلعت مزورة، يعني تسوي شغلات انتم ابد ما تسووها يعني. طيب شنو الشغلات الاخرى اللي سوتها ايران بالعراق؟ وأيضا يدخلون لهم المخدرات. نعم يدخلون المخدرات ونقل وترويج مخدرات تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 1,700,000,000 ريال سعودي. المخدرات متوفرة فيه زي الهواء كذا، عينك، أسعارها بمتناول الجميع، طفل يقدر من مصروفه يروح يشتريها. وأيضا ناهيك عن أنواع الفساد الأخرى، الدعارة أعزكم الله، الأفعال غير الأخلاقية مثل أفعال قوم لوط. نسبة التحرش الجنسي بالأطفال في المملكة تبلغ 22.5%. 23% تعرضوا للاغتصاب الجنسي في مرحلة الطفولة. 62% منهم كان من طبعا ما صرحوا لأحد أبدا، ويرجع هذا الموضوع لأنه اللي اغتصبهم من الأساس أو اللي تحرش فيهم كان من أحد الأقارب. نعم. وفي الدراسة هذه ذاكر أنه أكثر من 16% من الأقارب، يعني تحديدا 5% من الأخوة والأخوات، 2% من المعلمين، و1% آباء وأمهات. Saudi Arabia is actually the gay capital of the world. The capital of the gay. لا إيران هي السبب. المهم كمل. يعني أنا بصراحة أبي أقيس حاجة، إذا كانت بغداد عاصمة الحضارة والثقافة ودرة الحضارة والثقافة العربية، بغداد العظيمة، إذا كانت بغداد تصنفها اليونسكو بأنها من أوسخ عواصم العالم. لا بصراحة بهاي أنا وياك تماما، والله يلعن اللي كان السبب. بس المهم ادعونا بالفرج مثل ما صار وياكم تماما. كانت السعودية آنذاك بلدا شديد التخلف، وليست كالسعودية اليوم التي تعتبر من أغنى البلدان. آنذاك عندما وصلت إلى الرياض كان أقوى انطباعاتي هو نظام جمع القمامة في العاصمة. كان عبارة عن قطيع من الماعز يجوب الشوارع ويلتهم جبالا من القمامة بالطبع إثر بس مو هنا المشكلة بالضبط، المشكلة إنه عندهم شماعة دائما يهوسون بيها. السيستاني باع العراق مقابل 200 مليون دولار، ودليلا جديدا على تورط كبير للمراجع الدينية الشيعية، وعلى رأسهم السيستاني في مساعدة ودعم الاحتلال الأمريكي في غزو العراق. السيستاني باع العراق، متأكدين؟ There's a story now that came out of the AP by John Solomon saying that there was an extensive Saudi role in the Iraqi war, that there was much more cooperation between the Saudi government in terms of the uses of bases and along close to Iraq, in which flights took place from Saudi territory in the Iraqi war. And it's not the level of cooperation that we assume, because you, before the war, were a forceful advocate to the United States of not going to war. Yet when war came, your government appears to have assisted the United States, so much so that General Mosley said that the Saudis were wonderful partners in the war. Can you confirm the extent of the cooperation between the Saudi government and the United States in the war against Iraq? Well, if you have the judgment of General Mosley, why don't you just accept that and say we are wonderful wonderful people? Because as you know, I'm interested in history and I'm interested in كسبت مكاسب ضخمة سياسية بفلوسنا احنا تم احتلال العراق، بفلوس السعودية والكويت وقطر والإمارات وغيرها، بأموالنا وأجوائنا وقواعدنا تم احتلال العراق وتسليمها لإيران. شو رأينا بالشباب؟ احنا اليوم ما سولفنا هواي لأن الشغلة هي حالة نفسها بنفسها. انتم قاعد تنطمون أشياء انتم موضوحين بيها من الأساس، وكل إناء بالذي فيه. شكرا جزيلا.